ايه حكايه مايكل انرامو بقى دي؟ الدنيا كلها اتكلمت عليه. طبعا انت قلت ان الاختيار ده مسؤوليه الجهاز الفني، فهل انتوا طلبتوا مايكل انرامو بالفعل؟ هو طبعا احنا ما حصلش مننا ان احنا طلبنا مايكل انرامو من نادي الترجي، ما حصلش مننا هذا الكلام. طلبتوه من وكيل اعماله ولا اتكلمنا مع وكيل اعماله في اي يعني مفيش اي كلام خالص على مفيش اي حاجه، واحنا اي كلام بيتم ولا ايماء ولا حاجه زي ما بقول لحضرتك. هي الدايره بتاعتنا، الجهاز الفني بيبلغ لجنه الكره بتبلغ كابتن عدلي، كابتن عدلي بينفذ الموضوع. كابتن عدلي يعني انا حتى استغربت، كلمته انا بعد ما الخبر قلت له تخيلت انك انت ما عندكش خلفيه. فقال لي لا ما فيش، احنا بنمشي بالسيركل بتاعنا الطبيعي، اللفه بتاعتنا، وما حصلش ان انتوا ما قلتوش ان انتوا في حاجه. وبطبيعه الحال احنا داخلين على مباراه مهمه، فمش ممكن احنا يبقى ده في لعيب هيلاعبني في مباراه منافسه وبتاع، فصعب ان احنا حتى لو بنفكر فيه ما ينفعش احنا نتكلم في الوقت ده يعني. وقت مش موفق يعني. لكن احنا بشكل عام احنا يعني دايما هنسعى ان احنا نجيب لعيبه مميزين للنادي الاهلي. طبعا حقك، والكلام ده احنا بنقوله. ممكن النهارده بقول لك انا احنا وممكن يبقى منهم مايكل انرامو، ممكن طبعا في يوم من الايام. حضرتك سالتني سؤال هل انتوا اتكلمتوا؟ ما حصلش، لكن ممكن يكون في ذهننا واحد زي مايكل انرامو، وارد يكون في ذهننا، وارد، او على مواصفات مايكل انرامو، او على مواصفاته. ما فيهاش مشكله، احنا بنتكلم بس بنتكلم على الحقيقه. هل احنا اتكلمنا بالفعل ولا لا؟ ما حصلش. لا ما حصل ولا في يناير ولا حاجه، ولا انه لا في يناير. احنا دايما ليس كل ما يعرف يقال. احنا دايما في الفتره اللي هي قبل يناير ما بنتكلمش فيها على اي ملفات خالص خاصه بلعيبه جايه ولاعيبه رايحه ولاعيبه، ما بنتكلمش فيها. وخاصه ان عندك 25 واحد متأيدين بالظبط، ولازم ندي الدعم لكل اللعيبه بتاعتنا. بنيجي في الفتره اللي هي المسموح بيها فتح باب القيد بنتكلم فيها وبنقول وبنتكلم الانديه احنا عايزين اللعيب الفلاني او اللعيب اذا كان فري، بنتكلم الموضوع بيبقى واضح بالنسبه لنا. لكن بيبقى فيه اجتهادات من الاخرين ان بيجتهدوا ان احنا عملنا كذا وكذا وما عملناش. واحنا على فكره لو عايزين لعيب هنقول احنا عايزين بالظبط. ايه يا اينو ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن مجدي. وانت طيب. ابوك ازايه؟ الحمد لله رب العالمين كويس. ابوك كان متعب في الملعب قوي يا اينو. والله بقى كابتن لعبت ضده، كان بيتعبنا جامد قوي يا اينو. ربنا يخليك يا كابتن. دلوقتي ما كنتش رامي بالونه اختبار ولا حاجه للكابتن هادي ولا جهاز الفني النادي الاهلي؟ لا خالص خالص، ده كلهم اخواتي الكبار طبعا وبتعلم منهم طبعا، وانا سعيد ان انا بتعامل مع كابتن هادي وكابتن حسام والجهاز كله بصراحه، وكابتن عليا وكابتن ناجي. ناس محترمه جدا واداره محترمه جدا ومفيش اي حاجه خالص. ويمكن انا استغل الفرصه من خلال البرنامج بتاع حضرتك، وعايز بس اقول للناس الساده المحترمين الاعلاميين او اللي بيكتبوا يعني، اللي هم بيحاولوا دايما يعملوا مشاكل خصوصا في الفتره الاخيره دي بالنسبه لي. يمكن انا كنت بتكلم مع كابتن هادي امبارح فقلت له يعني اللي انا ما بقولش حاجه خالص والله، وما بصرحش باي حاجه. انا مش عارف الاجتهادات دي كلها بتيجي منين. انا راجل ملتزم جدا في التمرين، ويمكن الكابتن هادي عارف وقاعد مع حضرتك اهو، وانا ملتزم جدا وبتمرن. وموضوع القائمه الافريقيه يمكن انا قعدت مع كابتن هادي وكابتن حسام وتفهمت الموضوع، وكان عشان ظروف الاصابه كنت لسه راجع من عمليه الرباط الصليبي، والموضوع خلص بالنسبه لموضوع القائمه الافريقيه. وانا دلوقتي ملتزم بتمريني وما بعملش مشاكل خالص ومفيش اي مشكله خالص. ولما بقعد في الدوري كمان بيطلب مني بنزل والحمد لله بكون كويس. الكلام ده حصل في مباراه طلائع الجيش وحصل امبارح، فما فيش اي مشكله الحمد لله. لكن انا ملتزم وما فيش اي مشكله. ويمكن انا كنت مجدد قبل الاصابه على طول، ودي لسه السنه الاولى. فبيتكتب بقى كلام اللي اينو دايما عايز يمشي، واينو دايما في انديه بتفاوضه، مع احترامي لكل الانديه اللي بيتكتب عنها او كل الانديه اللي في مصر طبعا بكن لهم كل الاحترام. لكن انا عايز اقول ان انا بلعب في النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في مصر، فانا سعيد جدا ان انا موجود فيه. يعني ما فيش اي خالص مشكله وما فيش يعني لا في طلب اعاره انت عايز تلعب، ولا في طلب انك عايز تسيب النادي الاهلي في يناير خالص. ولا الكلام ده خالص حصل. يعني حضرتك عارف ان اي لعيب ما بيلعبش او بيبقى بعيد، لعيب الكوره طبيعي وارد اللي هو يزعل، مظبوط، وارد وطبيعي ان لعيب الكوره دايما عايز يكون موجود في ال11 وعايز اللي هو يكون دايما موجود وبيلعب. وخصوصا ان انا كمان يا كابتن حتى وانا انا ما كنتش متعود ان انا اقعد في احتياط. انا الحمد لله طول عمري ببقى في ال11، بس هي طبعا ظروف الاصابه وده دي حاجه مش بارادتي، دي حاجه بتاعت ربنا، دي اراده ربنا، وانا الحمد لله متقبلها الحمد لله. فهي بس ظروف الاصابه، ولما رجعت من الاصابه مفيش اي مشكله، وانا بتمرن لغايه ما هيجي لي دوري وارجع تاني، لكن مفيش اي مشكله خالص. وانا الحمد لله لما بيطلب مني وانزل، يعني انا امبارح لعبت 7 دقائق او 8 دقائق
الحمد لله اديت بشكل كويس وكنت هجيب جون. دي حقيقه دي حقيقه فعلا. كنت هايل امبارح في الفتره اللي انت نزلت فيها، عملت مجهود وكانك بتلعب من اول مباراه. ما اعرفش انت شايفنا ولا مش شايفنا؟ ربنا يخليك يا كابتن، ده توفيق من عند ربنا، وانا عشان انا بتمرن كويس. انت بره ولا بتتفرج على التلفزيون؟ لا انا لسه نازل من البيت حالا. لسه نازل؟ انتوا كلكم سارحين بره البيت ولا ايه الحكايه؟ ما احنا ما بنصدق بقى كابتن يوم اجازه. رايح فين؟ بس ده توفيق من عند ربنا. احمد السيد كان رايح جنينه يا اينو. نعم يا كابتن. احمد السيد كان رايح جنينه الاسماك، انت رايح فين؟ انا رايح الفسطاط بقى. احنا يعني احنا بنشكرك على انك بتوضح، وده يمكن للراي العام ويمكن للاعلام اللي عمال يكتب بقاله فتره اينو ادي اهو اينو. بس دي بتحتاج منك انك برضو تطلع توضح يا اينو عشان الكلام ما يزيدش. ما هو السكوت بيخلي الكلام دوت يزيد ويكتر. ما هو كابتن انا اهو من خلال حضرتك، انا اول مره اطلع واتكلم واقول كده. انا من نوع كابتن اللي انا قليل الكلام. انا ما بحبش كل يوم اظهر، وما بحبش كل يوم اقول واعيد واطلع في برامج. انا مش من النوع اللي كده يا كابتن. انا راجل لعيب كوره، ما يلعب كوره يقعد اتكلم. عندك حق. انا من النوع اللي انا كلامي بيبقى في الملعب وبتمرن وفي حالي. اي اجتهادات ثانيه دي بعيده عني، انا ما بتكلمش خالص. عندك حق يا اينو. وانا عايز اقول كلمه اخيره، انا بحترم جمهور النادي الاهلي جدا، وبحترم الجهاز جدا، وبحترم النادي جدا، وانا سعيد ان انا موجود في النادي الاهلي، وانا تحت امر الجهاز في اي وقت، ومفيش اي مشكله خالص. كلام محترم من لاعب محترم. يعني الناس كلها بتقدرك، وجمهور النادي الاهلي بيقدرك، وجمهور مصر كله بيقدرك يا اينو. بنشكرك شكر جزيلا.